ريال مدريد ومانشستر سيتي من جديد في دوري أبطال أوروبا. الفيلم اللي بقاله 4 سنين شغال، الله ينور. يعني كل سنه الفريقين دول لازم يلبسوا في وش بعض كده في دوري ابطال اوروبا، مره ربع نهائي مره نص نهائي، ولكن المره دي في حته كرييتيف شويه. المره دي الفرقتين بيلعبوا بعض في ملحق دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا. فتعالى بقى يا صديقي العزيز نتكلم شويه عن الماتش السيتي، وازاي بيب جوارديولا ناوي يخش ماتش ريال مدريد، وازاي برضه ريال مدريد هيخش الماتش. فكفايه كلام لحد كده، يلا بينا نبدا. نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم بمانشستر سيتي اللي جاي من خسارة تقيلة قدام الأرسنال بخماسية في تاني مباراة وتاني ظهور للنجم المصري عمر مرموش. طيب خماسية أرسنال دي جت ازاي؟ جت أغلبها من عجز خط دفاع وخط وسط مانشستر سيتي من الخروج بالكورة، والعجز برضو من ان هم يمنعوا الهجمات المرتدة اللي جاية عليهم، وكمان ان هم يرجعوا الكورة من تاني. وده طبعا اللي سرع من مفاوضات مانشستر سيتي مع ارتكاز نادي بورتو الأسباني نيكولاس جونزاليس، يجي يلعب ارتكاز يحاول يغطي على الدنيا اللي بتموت ورا دي. وفعلا قدر مانشستر سيتي ان هو يحسم الصفقه اللي هو في اشد الاحتياج ليها، واللي بنسبه كبيره كمان الصفقه دي هتساهم في مانشستر سيتي بشكل افضل مع باقي الصفقات طبعا. اما عن جوارديولا نفسه بقى في الماتش ده، فهو بنسبه كبيره هيغير اسلوبه. يعني مش هيعتمد ان هو يدور الكرة كتير، لا، هيعتمد على اللعب المباشر العمودي على الجول، يعني لمسه في الثانيه وتروح على الجول على طول، زي ماتش تشيلسي مثلا، وزي بعض محاولات السيتي قدام ارسنال ان هو يستغل مرموش وسرعته، وان هو كمان ايجابي اكتر على الجول. طيب ممكن بيب جوارديولا بقى يرجع يدور الكرة تاني؟ اقول لك ايوه، يقدر يرجع يدور الكرة تاني. امتى؟ لما النتيجه تكون في صالحه، يعني الراجل يكون كسبان مثلا بفرق كويس، يقدر بقى يرجع يدور الكرة تاني. لان طبعا في ميزه فقدها السيتي، لان الماتش الاول قدام الريال هيكون على ارض السيتي مش على ارض البرنابيو. فالسيتي كان متعود يروح البرنابيو الاول يحاول يمشي الدنيا يخلص بنتيجه كويسه، ويجي بقى في ملعب الاتحاد يدوس بنزين يكسر الدواسه على طول. فخلاصه الكلام ان السيتي هيرجع يدور الكرة تاني لما النتيجه تكون في صالحه. يعني ايه؟ يعني هيدافع والكوره معاه، لان السيتي الموسم الحالي ضعيف جدا في الضغط واسترجاع الكوره، والاسلوب ده على فكره هيكون مناسب للعب قدام ريال مدريد، لان اصلا ريال مدريد مش من افضل الفرق اللي بتقدم ضغط بشكل قوي في الخط الامامي، مع ان عنده العوامل اللي تساعده ان هو يعمل ضغط مميت على دفاع السيتي اللي غلطته كتيره كمان الموسم ده، لكن ما بيعملش كده. نقفل صفحه السيتي، نخش على صفحه ريال مدريد. ريال مدريد اللي على الورق هو الاجهز من مانشستر سيتي، السيتي اللي بيمر بتخبطات كتيره الموسم ده. لكن معضله ريال مدريد هتكون في ايه؟ هي في حاله اللعيبه في الماتش ده. يعني لو خط هجوم ريال مدريد فايق، يعني خلاص ريال مدريد شبه ضمن الفوز على السيتي، في ظل طبعا حاله الفوقان بتاعه كيليان امبابي وفينيسيوس ورودريجو وبيلينجهام. فالرباعي ده لو فايق الريال خلاص تمام، مش فايق او اللعيبه مش في يومهم، فالمهمه بتتسهل اكتر على السيتي وبتتصعب على ريال مدريد، لان انشيلوتي يعني اكيد كلنا عارفين ما يمتلكش هيكل لعب او سيستم واضح يساعد اللعيبه مع قدراتهم الفرديه. يعني لو الدنيا اتأزمت على ريال مدريد مفيش حلول هتيجي من المدرب، اكيد كلنا عارفين الكلام ده. الحلول كلها هتتوقف على مهارات فينيسيوس وسرعات رودريجو ومهاراته، نفس الكلام على مبابي، نفس الكلام على بيلينجهام، زائد طبعا دفاع ريال مدريد. دفاع ريال مدريد اللي هو يعني جميل جدا الصراحه، كلنا عارفين الحوار ده كمان في ظل اصابه روديجير اللي هيغيب عن الماتش ده، غير طبعا الباكين اللي بنسبه كبيره ممكن نشوفهم فاسكيز ومندي. يعني شوف بقى كل الحاجات دي بتسهل مهمه السيتي قد ايه في الهجوم. يعني انت شايف السيتي عنده عقم هجومي دلوقتي في الفتره دي قدام ريال مدريد هيفوق عادي جدا في لما يشوف الدفاع ده. فبس كده يا صديقي العزيز، دي كانت شويه حاجات كده طبعا عن الماتش. ما تنساش بقى تدوس لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وبرضه دعما منك يعني مش هتخسر حاجه. فبس كده يا صديقي العزيز، سلام.